المعلومة الرابعة النهاردة بصراحة مش على هواية، بس لازم أقولها عشان خاطر ضميري المهني، وهو فوائد العرقسوس. للأسف اكتشفنا ان العرقسوس ليه فوائد كتيرة قوي، بالرغم من ان طعمه جميل علشان الناس اللي بتحبه ما تزعلش. اول حاجة العرقسوس ليه فوائد مهمة جدا للمعدة. الناس اللي بتشتكي من القرحة او الحموضة او ان هي بتشعر على طول بالغثيان، العرقسوس فيه مادة بتقاوم الحاجات دي كلها وبتريح المعدة من الحاجات دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، كمان اكتشفوا ان العرقسوس مفيد قوي للناس اللي بتعاني من تسوس الاسنان علشان بيهاجم التسوس ده. كمان في حمض فيها مهم جدا بيعمل على قتل خلايا البكتيريا في القولون. والغريب بقى اللي انا استغربته ان هو كمان مهم قوي، ان هو منظف للجهاز التنفسي. الناس اللي عندها وجع في الحلق او اعراض الربو، العرقسوس مفيد قوي ليه. كمان بيقلل من الاجهاد قوي. وكمان في دراسات اكدت ان جذور العرقسوس دي في حاجات بتقاوم الخلايا السرطانيه، فبتبقى مفيده للناس اللي عندها الكانسر لا قدر الله. كمان مفيد ان هو بيعالج الالتهابات الجلديه زي الناس اللي عندها حب شباب او الاكزيما، وعلاج التهاب المفاصل وامراض الكبد كمان. المفاجأة القمر بقى ان العرقسوس ليه اضرار كمان. ايه هي اضرار العرقسوس؟ بيقول لك يا ستي ان انت لو ست بترضعي او ست حامل ابعدي عن العرقسوس، عشان خاطر العرقسوس ممكن يعمل مشكلة في تكوين دماغ الجنين جواكي. كمان لاطفال اللي اقل من 10 سنين، اثبتت الدراسات ان في ناس كتيره قوي بدا يجي لها مشاكل بسبب ان هم بيشربوا العرقسوس، او كمان بياكلوه في الحاجات اللي بيبقى فيها عرقسوس زي الكاندوز والحاجات دي، وده خطر جدا للاطفال. الناس كمان اللي عندها مشاكل في القلب وبتعاني من ارتفاع ضغط الدم تبعد عنه خالص عشان ده مضر جدا. كمان شرب العرقسوس كتير غلط، علشان ده ممكن يؤدي لاحتباس السوائل في الجسم، ومنه ممكن يؤدي لمشاكل كتير في الكلى. فبلاش تشربوه كتير، اشربوه باعتدال. وبس كده.